يا اهلا بيك ست نور، رمضان كريم عليك. يا اهلا ومرحبا، تسلم شكرا جزيلا والله يعودكم ان شاء الله. اهلا وسهلا بيك. في البدايه احنا نشكرك وجودك ويانا. احكي لي شلون بدات عندك فكره تعليم القياده والدخول بهذا المجال؟ بالبدايه انا نوره آل علي من البصره، مدرب في مجال فن تعليم قياده السيارات للنساء. طبعا مشروعي بدا تقريبا من قبل شيء 6 أو 7 سنوات، الاولى بالبصره. ما شاء الله. تعرف انت حضرتك قبل 5 أو 6 سنين يعني ما كان رائج موضوع قياده البنت للسياره، خصوصا بالضبط. بالمحافظات الجنوبيه لان تمتلك شوي صح. نوع من التحفظ خصوصيه معينه كانت ظاهره يعني مو منتشره قد ما منتشره هالفتره هذه. اكيد. فمن باب حاجتي الملحه بمجال قياده السيارات واحتاج السياره انه اقضي بها مشاوير، انه اقضي حاجيات اهلي، خصوصا انا البنت الاكبر يعني الاهلي. فالحمد لله والشكر انه كان مصدر حاجه الى ان صارت هذه الحاجه انه توزعها كوظيفه. الان صارت مشروع. اي نعم، مشروع فتت في مجتمعي البصري والحمد لله والشكر لاقت نجاح جدا واسع. زين احكي لي البنات اول ما يجن يدربن يمك شلون تتعاملين وياهن؟ شو قد المده اللي تبقين وياهن؟ طبعا المده ازليه. هم تعبنيت. هو اكيد يعني هو بس لكن انت اليوم طالما تحب عملك اكيد راح تبدع به، واذا حبيت عملك وراح تبدع به راح تقدر توصل الفكره بصوره جدا مبسطه وواضحه. يعني مثلا اللي تجيني زوجها مدربها او مثلا اخوها زارع بها اشياء تخوف، انا هنا اليوم دوري كمدرب ناجح او كمعلم ناجح انه انا شلون ابسط الموضوع وابسط المشكله وعادي. طبعا ست نور احنا شاكرين وجودك ويانا. تسلم شكرا جزيلا. حقيقه رساله مهمه ومصدر تشجيع لاخواتنا النساء البصريات وللعراقيات بصوره عامه. أكيد. اليوم احنا برنامج بين هنا على قناه MBC عراق يكرمش بالدرع اللي تستحقينه وتستاهلينه، اللي هو الدرع البرنامج درع ذهب. شكرا مقدم من برنامج بين هنا على قناه MBC عراق. ونورتوا وان شاء الله يا رب المزيد من التألق وتحقيق ما ترغبون به. ان شاء الله يا رب نشوفك باعلى المراتب. تسلم شكرا وان شاء الله انه جميع النساء واخواتنا انه يحذن حذوك ويصيرن شجاعات مثلك. أكيد. ويستمرن بهذا العمل لانه ماكو شيء عيب اذا كان بحدود معقوله. اكيد، والعقبات عمرها ما توقفك عند حد معين، العقبات دائما تصنع من الانسان فد شيء يوصل له. بالضبط. شكرا جزيلا، انت قصه نجاح ومفخره. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا.